في أول حلقة من مسلسل المداح أسطورة العهد بتبدأ الأحداث في القاهرة سنة 1920 لما مجموعة من الأجانب بقيادة الخواجة مارك بينظموا حملة تنقيب سرية عشان يكتشفوا مقبرة غامضة وسط الصحراء. مارك بيكون معاه مجموعة كبيرة من العمال المصريين ومعاهم الشيخ جد الله اللي معروف بقدراته في فك الرموز القديمة، لكنه بيحذرهم من إن المكان ده مش مجرد مقبرة عادية وإنه ممكن يفتح أبواب شر محدش يقدر يقفلها. العمال للأسف بيتجاهلوا تحذيراته وبيبدأوا في الحفر، ولما يوصلوا للبوابة الحجرية بيكسروا الأختام القديمة اللي عليها. فجأة الدنيا بتتقلب عليهم، أسراب ضخمة من الطيور السوداء بتطلع من جوه المقبرة بشكل مرعب، وبيحصل زلزال خفيف يهز الأرض وكأنهم صحوا حاجة من سباتها العميق. العمال بيترعبوا وبيجروا بعيد، لكن مارك بيكون مصمم يكمل التنقيب وبيقولهم إن اللي حصل ده مجرد خرافات شعبية. في نفس اللحظة في مشهد غريب جدا بنشوف صابر المداح لكنه مش زي ما نعرفه، بيظهر في السماء لابس أبيض زي الملاك ووشه فيه هدوء غريب قبل ما فجأة يفتح عينيه وهو جوه قبر كأنه كان ميت ورجع للحياة. صابر بيحاول يخرج من القبر وبيلاقي نفسه محاط بالتراب والكفن عليه، لكنه بيكون حاسس بقوة غريبة جواه. بعد ما بيخرج الشيخ خضر بيكون مستنيه ومعاه تاج وعماد. الشيخ خضر بيقول له إنه عاش تجربة الموت، لكن دي مجرد بداية لحاجات أخطر جاية في طريقه، وإنه لازم يستعد للمواجهة اللي جاية مع عالم الجن. في الوقت ده في مكان مظلم مرعب بتظهر ست الحسن وهي بنت إبليس نفسه، وبيكون حواليها رموز غريبة وأصوات مرعبة. ست الحسن بتاخد نقطة من دم صابر وبتستخدمه في طقس سحري خطير عشان تحرر إخواتها اللي كانوا محبوسين من سنين طويلة. بعدها بتظهر باقي بنات إبليس اللي منهم جوري بكر ودارين حداد، وبيبدأوا يخططوا لإزاي يسيطروا على صابر ويستعيدوا قوتهم المفقود. في اللحظة دي صابر بيبدأ يحس إن في حاجة غلط، وبيعرف إن سيف جده القديم اللي بيقدر يسجن بنات إبليس بقى في إيديهم، وإنه لازم يلاقيه بأي تمن عشان يوقفهم قبل ما يدمروا كل حاجة. الشيخ خضر بينصحه إنه لازم يبعد عن عيلته عشان يحميهم من الشر اللي بيتبعه، وبيقولوا يسافر لقنا لأن هناك مكتوب عليه قدر خطير لازم يواجهه. فعلا صابر بيقرر يروح هناك وبيوصل عند الحاج صالح اللي بيديله حقيبة هدوم ويحذره من الشر اللي مستنيه في قنا. على الجانب التاني رحاب بتحلم حلم مرعب إنها شايفة صابر بنفسه بيأمر بقتلها. الحلم بيخليها مرعوبة ومش قادرة تفهم إزاي ده ممكن يحصل. في نفس الوقت والدة صابر بتفضل حاسة إن ابنها لسه عايش وبتقرر تروح لقبره، وهناك بتتفاجئ إن كفنه لسه سليم ومفيش أي أثر لجسته. المفاجأة الأكبر بتيجي لما بيظهر الملك الأحمر واللي بيكون أخطر وأقوى أعداء صابر وبيخطط للانتقام منه بكل قوته. وفي الوقت ده الخبيرة مريم عاكف بتطلع في برنامج تلفزيوني وبتتكلم عن إن عودة صابر ممكن تكون كارثة، وبتحذر الناس منه وبتقول إن رجوعه هيجلب اللعنة على الكل. في هنا صابر بيكتشف إن حمزة أخو أمينة تصرفاته بقت غريبة جدا، والناس في البلد بقت مرعوبة من العريس رمزي اللي المفروض هيتجوز سحر، لكن كل حاجة حوالين الجوازة دي مريبة. فجأة ست الحسن بتحرض حمزة إنه يقتل سحر عشان يبقى سيد الأرض، وبتوعده بقوة خارقة لو نفذ كلامها. في آخر لحظة صابر بيتدخل وبيحاول يمنع الكارثة، لكن فجأة المكان كله بيشتعل بالنار، الكل بيجري وبيحاولوا يهربوا وصابر بيكون محاصر بالنيران. المشهد الأخير في الحلقة بيكون مؤثر جدا لما صابر بيقابل أمه لأول مرة بعد رجوعه وبيقول لها بحزن وحشتيني يا أمي. الحلقة بتبدأ وسط النيران اللي ولعت في المكان بعد محاولة حمزة قتل ساحر، لكن صابر قدر يتدخل في اللحظة الأخيرة. وسط الدخان والصراخ صابر بيشوف ست الحسن واقفة في الضباب وبتبصله بنظرة كلها تحدي وبتقول له الليلة دي كانت البداية بس ولسه اللي جاي أشد وأمر. النيران بتتحرك بشكل غريب كأنها مسحورة، لكن صابر بيلمس الأرض بإيده ويتمتم ببعض الآيات، وفجأة النار بتختفي كأنها ما حصلتش. الناس كلها بتتصدم وحمزة بيقع على الأرض منهار مش مستوعب هو كان بيعمل إيه، لكن صابر بيقول له الشر دخل قلبك بس لسه عندك فرصة تطرده، ما تسيبش نفسك ليهم. بعد اللي حصل صابر بيقرر يرجع لبيت أمه لأول مرة بعد رجوعه للحياة. بيدخل البيت بحذر وهو عارف إن أمه ممكن تكون مش مستوعبة إنه لسه عايش. لما بيشوفها قاعدة في الضلمة دموعها نازلة وبتتمتم بالدعاء بيقف قدامها ويقول بصوت هادي لكنه مؤثر وحشتيني يا أمي. أمه بتصرخ وبتحضنه بقوة، لكنها في نفس الوقت بتكون خايفة. هل هو ابنها فعلا ولا حاجة تانية؟ بتسأله وهي عيونها مليانة دموع أنت صابر ابني ولا واحد شبهه؟ صابر بيحاول يطمنها لكنها بتحس إن في سر كبير مخبي. فجأة البيت كله بيتهز وصوت مخيف بيقول رجع، لكن مش لوحده، وكل النور في البيت بيطفي. فجأة على الجانب الآخر ست الحسن بتجمع اخواتها جوري بكر ودارين حداد وبيبدأوا يخططوا لخطوة جديدة. الملك الأحمر بيظهر ليهم وبيقول لهم إن صابر بدأ يفهم سر قوته وإنه لازم يتم السيطرة عليه قبل ما يستعيد السيف المفقود اللي بيهدد وجودهم كلهم. ست الحسن بتبتسم بخبث وبتقول هو اللي هيسلمه لنا بنفسه، بس بعد ما يظن إنه بيحمي بيه اللي بيحبهم. في الوقت ده في القاهرة مريم عاكف ميكساب الخبيرة في عالم الرموز القديم بتطلع في برنامج تلفزيوني
وبتتكلم عن اللعنة اللي نزلت على الأرض بعد عودة صابر. بتقول قدام الناس مش كل اللي بيموت بيروح، في ناس بترجع بس مش دايما بترجع بنفسها. المذيع بيحاول يسألها قصدها على مين، لكنها بتتكلم بغموض أكتر وبتقول في حرب خفية شغالة وصابر المداح هو المفتاح. لو وقع في الفخ النهاية هتكون أسوأ مما حد يتخيل. الناحية تانية صابر قرر يدور على حمزة وراح لقرية وهران، وهناك قابل فخري اللي قالوا إن القرية بتعاني من مرض خطير وصفه بالطاعون جديد انتشر من شهر، وده عمل حالة رعب وحصار في البلد. ست الحسن بترجع تاني في دور الدكتورة فاتن وبتقود وفد من وزارة الصحة عشان تنقذ القرية من المرض، لكن في الحقيقة هي بتحاول تبعد صابر وبتحذره بقولها ايه حكاية ان الناس هنا كلها بتحلم بيك ومتأكدين انك هترجع، وليه انا كمان بشوفك في احلامي وكأنك عايز تلحقني من حاجة او من الموت. في رؤية مستقبلية للمداح اكتشف مكان حمزة في مغارة غامضة في الجبل، وهي نفس المغارة اللي كانت بتروحها أمينة وقت ما كانت مسحورة. فقرر صابر يروح هناك مع الدكتورة فاتن وفخر. دخل صابر المغارة وبدأ يقرأ القرآن ولقى حمزة راكع قدام حفرة نار، لكنه أدرك بسرعة إنه واقع في فخ. وظهرت بنات إبليس اللي استغلوا قدراتهم السحرية للسيطرة على الآخرين، وكشف حمزة إنه كان مجرد أداة في إيديهم. في نهاية الحلقة اعترف حمزة لصابر بندمه على اللي عمله وإنه ما كانش مدرك تماماً لما أشعل النار في الفرح وأذى أهله وأحبائه. الحلقة بتبدأ بمشهد في المستشفى بنشوف فيه الشيخ جاد بعد ما تعرض للعنة الغامضة اللي أصابت أهل القرية بسبب فتح المقبرة. في اللحظة دي بيظهر الملك الأحمر قدامه وبيقتل زكريا أفندي قدام عينيه، وده بيزود من أجواء الرعب والتشويق. في نفس الوقت صابر بيحاول ينقذ حمزة جوه المغارة، لكن ظهور ست الحسن بيقلب الموازين. ست الحسن بتقتل حمزة بطريقة غامضة وبتحط اللوم على صابر، مدعية إنه بمجرد لمسه مات، وده بيوقعه في صراع داخلي وبيزود تعقيد الأحداث. في جانب تاني بنشوف الشيخ سلام مع ست الحسن والملك الأحمر وأتباعه، وده بيثير تساؤلات حول دوره في الصراع بين الخير والشر. صابر بيقرر يواجه بنات إبليس باستخدام الخدام، وبيتوجه لمعبد دندرة في الأقصر اللي فيها الزودياك، أقدم رسم فلكي في التاريخ، وما كان بيقال إنه بيحمل طاقات خاصة. هناك بيستجيب لنداء غامض باسمه وبيلاقي نفسه فوق سطح المعبد مع تاج بيكتشفه واشم باسم كابوس الخادم الخاص بست الحسن، وبيبدأوا في البحث عنه. في لحظة حاسمة بيظهر كابوس قدام صابر، لكن المفاجأة الكبيرة كانت لما سمع صابر أصوات استغاثة أهله بيقولوا الحقني يا صابر ابنك في خطر. كمان في الحلقة الرابعة بتبدأ الأحداث بمواجهة قوية بين صابر المداح وخادم الجن كابوس جوه معبد دندرة الفرعون. صابر بيواجه كابوس وبيقوله تصدق إنك صعبان عالية؟ ست الحسن جابتك لقدر. في نفس اللحظة صابر بيسمع أصوات أمه رحاب، عز وحسن، وهم بيستنجدوا بيه من خطر بيهددهم. بيبدأ يردد الأذكار وهو ماسك تمثال فرعوني بيشع نور، وبمجرد ما كابوس بيشوف النور ده بيهرب مرعوب. في تطور تاني، نائلة بنت إبليس بتظهر لنصرة وبتقولها إن جوزها هلال ناوي يقتلها، وبتحذرها من اللجوء لحازم لأنه صاحب صابر المداح اللي بيضر كل اللي بيحبهم. تحت تأثير نقلة نصرة بتكتب طلاسم على إيديها بأداة حادة وبتفقد الوعي وبتفارق الحياة فور. على جانب آخر صابر المزيف بيروح مع الحاج وفيق اللي بيتخفى فيه الملك الأحمر للحاج جميل في الحقل. وفيق بيحاول يتلاعب بجميل وبيسأله عن صابر المداح وبيقول له إن صابر مر بفترة شك وصراع روحي، لكن جميل بيرد إنه مر بتجربة مشابهة وإن صابر المداح هو اللي أنقذه من الضياع. في تطور جديد، مريم عاكف بتظهر في برنامج تلفزيوني وبتتنبأ بانتشار مرض خطير وبتحذر من فترة تباعد اجتماعي جاية، وبتقول إن الإجهاض هيبقى شائع وقد يؤدي للوفاة، وده بيزود حالة القلق في الأحداث بتتصاعد لما فريال بتسمع صوت غامض بيقولها أنتي من المختارين يا فريال، وده بيصيبها بالفزع. في الوقت ده حسن بيبدأ يشك في صابر المزيف وبيحذر أمه وعائلة جميل من تصرفاته الغريبة، وبيكتشف إن صابر المزيف طلب من الأهالي بناء مأمال، وده بيعزز شكوكه حوالين نوايا. حسن بيواجه شقيقه المزعوم وبيقول له إنه مش واثق فيه. في مفاجأة غير متوقعة، صابر المداح الحقيقي بيطلب من فخري يرافقه لتونا الجبل في المنيا في رحلة جديدة للبحث عن إجابات تتعلق بمواجهة قوى الظلام. أما رحاب فبتكتشف كتاب قديم كان صابر سايبوه في بيته قبل ما ينتقل لشقته الجديدة، وبيظهر صابر المزيف وهو ماسك الكتاب السحري، لكنها بتدرك الحقيقة لما بيغلط في ذكر معلومة شخصية فبتصرخ فيه أنت مش صابر، أنت منهم، وبتلاقي نفسها قدام فحيح بنت إبليس دارين حداد. في مشهد بينذر بخطر جديد حواليها. الحلقة بتنتهي على صرخة رحاب المفاجأة وبتسيب الجمهور في تراقب للي هيحصل في الحلقات الجاية. في الحلقة الخامسة من مسلسل المداح 5 بتبدأ الأحداث بمواجهة مشحونة بين رحاب وصابر المزيف،
لما تكتشف رحاب إن الشخص اللي قدامها مش صابر الحقيقي بل فحيح، واحدة من بنات إبليس. فحيح بتظهر في شكلها الحقيقي وبتقول: صح، أنا مش صابر، لكن متخافيش مني، أنا مش جاية أؤذيكي، أنا هنا علشان أحميكي أنتِ حبيبتين. وبتكمل: هقول لك رسالة توصليها لكل حبايبه، أي حد يقرب منه هيتأذى، وقولي له يبطل اللي هو بيعمله، قبل ما تختفي وسط ضباب غامض. في نفس الوقت صابر وفخري بيوصلوا لمنطقة آثار تاونا الجبل في المنيا، واللي بيقودهم البحث فيها لغرفة مغلقة داخل سراديب أثرية. في اللحظة دي تاج بتظهر قدام صابر وبتقول له: طالما وصلت لهنا يبقى ربنا بيقربك من حقيقة كبيرة وهتقدر تقضي على بنات إبليس للأبد، اوعى تسيبهم يشتتوه. وبتفتح له البوابة المغلقة، ومع دخول صابر للغرفة بيظهر الأعور خادم نائلة المخلص قدام فخري وبيسيبه بلعنة تخليه يفقد الوعي. داخل السراديب صابر بيلاقي عبارة مكتوبة على الجدران: بئر جهنم مسواهم. وفجأة بتظهر نائلة بنت إبليس وبتبدأ تمسح الكلمات وهي بتبتسم بسخرية: سعيدة إننا أخيرا واقفين وجها لوجه يا مداح. صابر بيرد بسؤال حاسم: أنت منهم؟ فتجيبه: أنا نائل، مولاك أمرني أستخدم. صابر بيرد بحزم: مصيرك هيكون زي اللي قبلك. نائلة بتضحك وبتقول: إحنا غير، إحنا بناته يا مداح، واستحمل الدم اللي هيسيل بسببك. وبتختفي تاركة وراها ضحكات مرعبة. في نفس الوقت الشاب اللي كان بيشتغل على بناء المقام الخاص بصابر المزيف بيتعرض لحادث مفاجئ، وده بيخلي صابر المزيف يروح ينقذه، وده بيعزز إيمان أهل القرية إنه ولي من أولياء الله. ومع معاناة فخري من مرض غامض أصابه بعد مواجهة الأعور، صابر بياخده للدكتورة فاتن اللي هي في الحقيقة ست الحسن بنت إبليس طلباً للمساعدة. صابر بيدرك إن علاج المرض المنتشر في القرية ممكن يكون مدفون في بردية أثرية، فبيبدأ بالبحث عنها داخل السراديب. بعد جهد طويل بيلاقي شنطة فيها البردية، لكن نائلة بتظهر فجأة وبتحرقها قدام عينيه. لكن في لحظة مفاجأة بتنبعث قوة خارقة من داخل صابر بتعيد البردية من وسط النيران، وده بيصدم نائلة وبيجبرها على الاختفاء. صابر بيتواصل مع الحاج صالح والعلامة دكتور نورهان لترجمة محتوى البردية، وبيكتشفوا تحذير خطير: إذا حضر الموت الأسود فعليكم الاستعداد، فتلك بداية النهاية، لن يكون هناك مفر إلا بعودة المختار. بالإضافة لوصفة سحرية لعلاج المرض المنتشر في القرية. فخري بيفاجئ الجميع بإعلانه إنه يعرف مكان شجرة الدم وبيعود صابر ليها، حيث بيظهر إن عمر الشجرة بيتجاوز 700 سنة. في المشهد الأخير الملك الأحمر بيظهر بشكله الحقيقي وبيقف وجها لوجه مع صابر المداح لتبدأ المواجهة المنتظرة.